على ما اعتقد ان كولر كتب نهايته بايده. مصمم يلعب 4-4-2، والشوط الاول لو حطينا له عنوان مش هيبقى غير ليه عنوان واحد بس: الاهلي في الضياع. يا راجل، عايز اقول لكم ان انا بتفرج على الشوط الاول اصلا زهقت، رحت فاتح الموبايل وقعدت اقلب في الفيس. ماليش نفسي اتفرج على الكوره اصلا. ايه يا عم الكوره اللي زي الزفت دي يا عم؟ ولا مجدي قفشه الكوره اللي لعبها له حسين الشحات دي في الدقيقه 40 دي، حطها فوق في السما هوا هروح. ايه يا عم مالك يا عم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يا عم؟ ولا عمر الساعي اللي في الشوط الثاني الكره اللي في الدقيقه 88 رقص امام عاشور، حطها له وخلاه انفراد هو والجون، رقص الجون راح حاططها في العارضه. مالك يا عم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يا عم؟ اللي يضايق بقى في اللعيبه دي ايه بقى؟ لما يجي يجدد عايز 50 مليون جنيه 100 مليون جنيه. مالك يا عم؟ 50 مليون عفريت يركبوك بلا 50 مليون جنيه لما تعرف تغور تستلم وتباصي وتبتدي بس اساسيات الكوره بس. لو جبت عيل في ثالثه ابتدائي حطها، لمتها بيمينك حطها بشمالك يا عمر يا ساعي. مالك يا عم؟ وانت مجدي قفشه الجون فاضي قدامك. مالك يا عم؟ يا عم انتوا هتجننونا ولا ايه؟ لا يا عم فوق يا عم اللي انتوا فيه يا عم. انتوا كنت تستلم وبصل ما تعرفش تستلم وتباص اصلا عشان تطلب 50 و100 مليون والارقام اللي انت بتيجي في بالك دي. امام بيه عاشور باشا بقى، ده اللي خلى الواحد بصوا فك الخنقه وبيه مبسوط. لا يا جدعان الصراحه بسم الله ما شاء الله عليه، احرف لاعب في مصر فعلا. ويا سلام كمان لما يبطل يقعد يفكر بقى في الخصم المنافس ومش عارف الحاجات دي. لا يا عم انت ركز في ماتشك، بتعمل احلى اداء يا باشا، بيلم لك وبيعمل لك. ومع انهم غيروا مركزه بس برضه نجم يا عم. الحريف حريف يا عم، والله العظيم ده لو لعبوه حارس برضه هيأدي. معروفه الحريف حريف. اكيد انتوا نصكم بيلعب كوره يعني ففاهم انا بحكي في ايه. النجم نجم، هتحطه سرد باك، تحطه باك، تحطه مهاجم، هو يا حريف اصل بيستلم وبيباصي وبيلعب كوره حلوه وكوره لذيذه يعني. فعلى ما اعتقد يعني ده اللي زي ده بيأدي في اي مكان. والحمار هيفضل طول عمره حمار عشان اريحك. احلى مسا، والاهلي رقم واحد في مصر. احنا كده الاول وبيراميدز التاني. احنا طول عمرنا رقم واحد يعني، معروفه. ربنا يبعد عننا العين.